مصدر من الأهلي يوضح للجماهير حقيقة عدم الدخول في أي مفاوضات رسمية مع عمر كمال عبد الواحد حتى الآن، مثل ما صرح رئيس نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس. كشف لينا مصدر من داخل النادي الأهلي عن تفسير تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر اللي أثارت الجدل بشأن عدم دخول الأهلي حتى الآن في مفاوضات رسمية مع عمر كمال. أكد المصدر على أن الطبيعي والمنطقي أنه طالما لم يتم فتح باب القيد لازم وإجباري المفاوضات تكون شفهية، لأن احنا دلوقتي مش وقت انتقالات علشان تكون المفاوضات رسمية. يبقى الطبيعي والمنطقي أن المفاوضات الأهلي حتى الآن تكون مع نادي فيوتشر شفهية فقط ولا ترتقي إلى الرسمي. بدءا من شهر يناير، من 1 يناير بقى هتبدأ المفاوضات الرسمية. يعني من الاخر كده تصريحات وليد دعبس دي مش معناها ان الاهلي مش بيفاوض عمر كمال ومش عايزه، لا، معناها ان الاهلي دلوقتي بيتكلم بشكل شفهي مع اداره نادي مودرن فيوتشر من اجل الاتفاق على ضم اللاعب على ان تبدا المفاوضات الرسميه بدءا من يوم 1 يناير.